ربنا يفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعزائي المتابعين، النهاردة هنتكلم في سؤال يعني اتكرر علينا، وهي التصالح هياخد مين؟ تصالح في قضايا المباني من بعد 15/10. الناس اللي هي بنت بعد 15/10 ايه ظروفها؟ والله اي حد هيتزم لك بحاجه في المنطلق ده هيبقى بيكذب عليك، لان لحد دلوقتي احنا كمحاميين ومعاصرين الواقعه دي مفيش حاجه واضحه، مفيش صوره بينه نقدر نشرحها لك، ولكن في اقاويل نقدر نعرضها عليك. اعمل تصالح، عشان انا الفيديو الهدف منه ان انا يجي واحد يقابلني يقول لي انا مش هعمل تصالح اصل انا بعد 15/10. يا عم اعمل تصالح، لان في اللوائح اللي بتتعرض ان حتى اللي بعد 15/10 هيتاخد هياخدوه، بس هيبقى التكاليف مضاعفه. يعني مثلا لو المتر مثلا ب 50 جنيه هيبقى ليك انت ب 150، بس هيبقى ليك تصالح. لكن انت لو عدى فتره التصالح وما اصطلحتش، انت بمثابه ان انت خلاص احنا اتحكمنا في القضيه، لان الحبس وجوبي والغرامه وجوبي، فمحدش هيفيدك. ولكن اللي اقدر اقوله لك ان انت على قضيه مباني اعمل تصالح، سواء كان داخل 15/10 ولا قبل 15 بعد 15/10. احنا لحد دلوقتي ما فيش لائحه بتقول ان احنا مش هناخد بعد 15/10، ولذلك في المجالس المحليات في المحليات المجلس اللي انت تابع ليه ما بيقولكش المخالفه قبل 15 ولا بعد 15، بيتقابل كل طلبات التصالح المقدمه بتتقابل، وبعد كده هينظروا في الموضوع. حتى لو ان مش هياخدوك، بس هياخدوا بشكل هيقننوه شويه، هيبقى في زياده في موضوع تقدير المتر. ولكن انت ما تخسرش فتره التصالح عشان ما تقفلش على نفسك دايره مغلقه ترجع تتعب عشان تعرف تطلع منها تاني. انتظرونا في فيديو جديد ومعلومه جديده.